أحد الأماكن المعزولة كان يوجد هناك فتاة تدعى هاكازي، والبنت ديت بقى هي أقوى شخص في عشيرتها بالكامل. الله، طب طالما هي مهمة كده أمال ليه تم احتجازها؟ وبيتضح لينا إن اللي احتجزها هو شقيقها واللي يدعى سلمون. طب هو ليه تم احتجازها؟ وليه أخوها عمل كده؟ وهل هي هتقدر تهرب من مكان معزول زي ده ولا هتموت فيه؟ كل ده وأكتر وهنشوف في حكاية اليوم. ولكن قبل ما نبدأ لا تنسى الصلاة على الحبيب المصطفى، وانزل اعمل لايك واشتراك وكومنت عسل زيك كده. وبدون إطالة هيا بنا نفهم ماهية تلك الحكاية. ننتقل الى سلمون، واللي بيقول ان طالما هاكازي محبوسه فاحنا هنقدر ننفذ خطتنا على اكمل وجه ومفيش حد هيقدر يمنعنا. بس سيبك من هاكازي وخلينا بقى نتعرف على بطلنا شينو. وهو طالب عادي بس كان مشهور شويه في المدرسه، وكل البنات كانوا عارفين ان هو عنده حبيبه فمحدش فيهم كان بيحاول يقرب له. وكل الناس كمان كانوا عارفين ان شينو عنده صديق مقرب يدعى سون، لكن سون ما جاش المدرسه بقاله فتره كبيره. وواحد من المدرسين بيسال شينو اذا كان يعرف هو فين، وشينو قال له ان هو مش متأكد من مكانه، بس هو عارف ان سون ما ماتش وان هو اكيد يعني عايش في مكان تاني. واثناء العودة لمنزله شينو تعرض للسرقة من 5 بلطجية. طبعا لوحده ما كانش يقدر يواجه 5، بس ايام ما كان سون موجود الاتنين مع بعض كانوا يقدروا يهزموا 15 وبسهولة. واخت سون الصغيرة كانت حذرت شينو كذا مرة ان هو ما يدخلش نفسه في خناقات اخوها. هي كانت شايفاه ان بما ان شينو بينقذ سون دايما من المشاكل فده اللي بيخليه يكمل في الخناقات بتاعته. وبعد كده شينو راح يزور مقبرة عيلة سون، وكان عنده امل يشوفه هناك، بس بدل كده قابل بنت تدعى ياماموتو وسالته عن علاقته بسون. بعدها قربت منه وطلعت مسدس وهددته بيه، وقالت له ان خلال الاسبوعين اللي فاتوا كان في شخص في سنك كده ظهر في منطقتين ممنوعين، والشخص ده انقذ بنت. ولما اتسال عن اسمه قال ان هو اسمه سون. شنو ما كانش مصدق ان سون ممكن يساعد حد، بس لما عرف ان هو انقذ بنت كان عندها 15 سنه فهم السبب. سون زمان كان بيحب اخته الصغيره ايكا جدا، فلما شاف حد شبهها ما قدرش يتجاهل الموضوع. والسبب ان هو بيقول كان بيحبها هو ان ايكا دلوقتي اصبحت من الموتى. واللي حصل بقى ان من فتره مش بعيده احد اللصوص دخل بيت سون، وايكا هي اللي كانت الضحيه. سون كان غضبان جدا ان بعد 10 شهور كاملين الشرطه لسه ما وصلتش لاي خيط يوصلوا به للقاتل. سون كمان كان شايف ان هدوء شين وسابه ان ايكا ما كانتش بتحبه. سون ما كانش متقبل الواقع، كان مصمم يلاقي القاتل ويعاقبه بنفسه. ولما ياماموتو شافت ان شينو ما يعرفش اي حاجه كانت هتخلص عليه، لكن فجاه مجموعه من الفراشات ظهرت وده خلاها توقف. شينو استغل ده وضرب ايد ياماموتو ووقع المسدس منها، لكن بيتضح ان هي كان معاها مسدس تاني في الشنطه. وفي اللحظه ديت سون ظهر فجاه وضرب ياماموتو في وشها وانقذ شينو. ياماموتو اتصدمت وسحبت المسدس بسرعه وحاولت تخلص على سون، بس ده كان عنده حاجز واقي صد جميع الرصاص. ساعتها فهمت ان سون قابل ساحره واكتسب قوه سحريه منها. سون كان عارف ان ياماموتو شغاله مع الحكومه وان هي كانت عايزه تنتزع منه معلومات بالقوه، وطبعا هو مش هيوافق على ده. هجم عليها وصد كل رصاص بسهوله، واخيرا بيقدر يوقعها مغمى عليها. سون كان عارف ان شينو عنده اسئله كتير، بس في الوقت ده قال له يفضل ساكت شويه. سون قال له ان المدينه ديت خلاص مفيش امل في انقاذها. شينو وقتها لاحظ واحد واقف في نص الشارع متجمد وبيبدا يتحول واحده واحده لتمثال من المعدن. سون شرح له ان ده مرض يدعى مرض الحديد الاسود، ظاهره خارقه بتحول اي كائن حي لمعدن. الحكايه ديت حصلت قبل كده في 3 اماكن، والحكومه حاولت تغطي على الموضوع، بس الموضوع كان اكبر من كده بكتير. شينو كان في امان لان وقت ما المرض ده وصل لاقصى حاجه كان قريب من سون، وطبعا السحر اللي مع سون قدر يحميه. والمرض ده اصله عشوه كانت عايزه تستخدم السحر علشان طموح غريب، وعلشان يوصلوا لقوة مهيبة حاولوا يصحوا حاجة ممنوعة. ومرض الحديد الاسود هو البداية فقط، واول ما الحاجة ديت تصحى بالكامل العالم كله هيتقلب. والوحيدة اللي تقدر توقف الكارثة ديت كانت ساحرة تدعى هاكازي، وديت بقى هي البنت اللي قابلناها في الاول. سون كان قابل هاكازي وبدأ يتحرك نيابة عنها علشان يمنع الكارثة ديت من انها تحصل. والاتنين كانوا عملوا عهد سوا، ومضمون العهد ان سون يقاتل مكان هاكازي، وهي بدورها هتبحث عن الشخص اللي قتل اخته. وبنرجع فلاش باك من شهر لما سون لقى ازازه فيها دميه خشبيه، وهكذا كانت بعت فيها رساله مضمونها العهد، وسون هو اللي وافق عليها. وهكذا كانت لسه قادره تعيش على الجزيره، ودلوقتي سون بنفسه هيلاحق الشخص اللي قتل اخته ويتعامل معاه. سون طمن شينو وقال له ان هو مأمن اهله وحبيبته فمفيش داعي ان هو يقلق. اما بقى الكائن اللي بيطلع من البحر ده كان جزء من الحاجه اللي لازم يواجهوها، حاجه ضخم جدا ملفوف بسلاسل طالعه من الميه. سون كان دايما عارف مين هي حبيبه شينو، وكان عارف كمان ان شينو وحبيبته الاتنين كدابين،
لان هما دايما كانوا بيتخانقوا وبيتصافوا كانهم مش طايقين بعض، وبيطلع ان حبيبه شينو هي ايكا اخت سون. في اللحظه ديت الحجر اللي في البحر صحى وفتح عين عملاقه، وسون شوحت العين اللي في البحر هي جزء من الكيان اللي عشيره هاكازي حاولت تستدعيه، والاجزاء ديت كانت بتظهر في كل حته في البلد وبتتحرك واحده واحده علشان تتجمع في مكان واحد، ولو اتجمعوا كل العالم هيضيع. وبعد كده الاتنين وصلوا للمكان اللي كل حاجه بدات فيه وهو بيت سون. هاكازي طلبت من سون يروح نفس المكان بالظبط اللي حصلت فيه جريمه القتل، واول ما دخلوا هاكازي سالت فاضل كام اداه سحريه، ولان شون ما كانش فاهم دي معناها ايه فسون شوح له ان ديت ادوات هاكازي كانت سايباها له. الادوات ديت تقدر تستخدم السحر بس عيبها الوحيد انها ليها عدد استخدامات محدد، وحسب كلام هاكازي الادوات ديت كانت سلاحهم الوحيد ضد سالمون اللي نفاها على الجزيره. وسون غوص خنجره في الارض وده سمح لهاكازي تستخدم سحرها. بعدها سون قال لشينو يمشي في اسرع وقت واداله قطعتين سحريتين يحموهم من مواد الحديد الاسود، وقال له ان هو لو اتزنق يقدر يستخدمهم للانتقال. وسون كان شايف ان شينو لازم يفضل مع اهله، ولو شاف اي فراشات في اي مكان يبعد عنها. الفراشات كانت بتظهر كل ما عين جديده بتكون على وشك انها توصل، وشينو كان ماشي بالعافيه وكان عارف ان سون مش ناوي ينقذ العالم، هو كان عايز ينتقم لاخته وبس مش اكتر من كده. ولو علشان الانتقام سون كان مستعد يحطم العالم كله، علشان كده شينو اتاكد ان هو ما ينفعش يفضل لاي علاقه بسون. شينو رجع للبيت علشان يلم حاجته استعدادا للسفر، بس لحد دلوقتي مش قادر يتواصل مع اهله. في نفس الوقت ياماموتو لاحظت ان شينو لسه سايب بيته، اما سون فكان فرحان جدا لان اللحظه اللي استناها اكتر من سنه اخيرا وصلت. واثناء ما شينو ماشي شاف جثث البلطجيه اللي كانوا علموا عليه قبل كده. المهم بيبدا ياخد حاجته منهم، بس فجاه ياماموتو بتوصل واتهمته ان هو شخص مش سالك لان هو بيسوق من الموتى، وبعدها طلبت منه يقول لها مكان هاكازي فين. لكن شينو لمس واحده من ادوات هاكازي السحريه وانتقل فجاه من المكان وده خلى ياماموتو تسيبه. بعدها رجع تاني بالانتقال علشان ياخد حاجته وبيجوا على مدرسته علشان يستخبى، بس ياماموتو قدرت تتعقبه واطلقت عليه النار. شنو استخدم موبايله علشان يعرف مكان ياماموتو. في نفس الوقت سون لسه ما كانش لاقي اي خيط وهاكازي ما كانتش فاهمه ليه، وفجاه قابل شخص ساله هو ليه لسه موجود هنا، وسون رد عليه وسالوه لو هو واحد من كلاب سالمون. الشخص ده اندفع وهجم عليه بس سون انتقل بعيد عنه، والشخص فهم ساعتها ان سون اخذ من سحر هاكازي. ولما سون قال لهاكازي ان هو شخص ماسك رمح وقتها فهمت ان هو شخص يدعى سو، وهو شخص خطير جدا. ومع ان هاكازي قالت له ان هو ما يقتلوش دلوقتي لكن سون هجم عليه. في نفس الوقت ياماموتو دخلت المدرسه ونشرت غاز سام في المكان كله علشان تجبر شينو يطلع، بس اول ما شينو قوضها بسلاحه برجليها وحاولت تسيطر عليه، لكن شينو نقلها فجاه في الهواء ووقعوا هما الاتنين. شينو استخدم تعويذه حمايه علشان ينزلوا بسلام، وبعدها اقترح عليها ان هما يتحالفوا. وفي نفس الوقت سو رجع لسالمون وبلغه ان في حد بدا يتواصل مع هاكازي. سالمون قال لسو ان هو لازم يمسك سون حي، وفي نفس الوقت ياماموتو حذرت شينو ان هو يتعامل مع سون وقالت له ان سون شخص مجنون مهووس بس بالانتقام لاخته. وقتها شينو بيقول ان حبه لايكا اقوى ب1000 موه من مشاعر سون ناحيتها، ومع كده ما كانش ناوي ينتقم لان مهما عمل ايكا مش هترجع من تاني. وبدل ما يشغل باله بالانتقام لازم يشوف حل في العالم ده لان حاليا العالم بيتجه ناحيه الهلاك. وعند سون بيكمل قتاله مع سو بس الفرق في المستوى بينهم كان واضح جدا. وفي النهاية ومع عدم وجود أي اختيار تاني سون بيهرب من المكان، وسون بيلوم هاكازي على القوة المرعبة اللي عند سو، بس هي فكرته إن هي كانت حذرته من الأول وإن سو هو ساحر حقيقي مش واحد بيستلف سحر زيه. وأثناء ما كان بيخلع بيقابل شينو بالصدفة وسون بيستغرب جدا هو ليه لسه موجود هنا، وقبل ما يلحق يعمل أي حاجة سو بيكون ظهر فبيضطر إن هو يشد شينو ويخلع منه. الاتنين بيستخبوا مؤقتا على سطح عمارة. هاكازي نصحت سون إن هو يتجنب المواجهة المباشرة مع سو دلوقتي، بس سون بيعترض وبيقول لها ان هو حتى لو مش قادر يهزم سو ازاي هيقدر يوصل للشخص اللي قتل اخته. هاكازي فهمت وقتها انها ما ينفعش تعتمد على سون اعتماد كامل لان هو كل ما بيقرب من اي خيط بيفقد السيطره على نفسه اكتر. شينو كمان حاول يقنع سون يسمع كلام هاكازي لان هما مش هيكسبوا بالانتقال السريع وتعويذ الحمايه فقط، لكن سون بيقول له ان السحر بيستخدم في العلاج كمان. بعدها شينو بيساله لو السحر ده بيقدر يستخدمه في الهجوم، سون بياكد له الموضوع ده. بعدها بيوم الدميه الخشبيه
شبيه لشينو وبيطلب من هاكازي انها تاخد 3 دقايق وتشرح له السحر. هاكازي فهمته ان مفيش تعاويذ هجوميه مباشره لان السحر في قبيلتها اتصمم اصلا لحمايه العالم، وعلشان كده اغلب التعاويذ دفاعيه او متعدده الاستخدام زي رمح مثلا كان مدعم بسحر دفاعي بيزود متانته وسرعه الضربه وده بيخليه سلاح فعال. ببساطه يعني لو هجمت على شخص عادي بدرع هيأذيه اكتر عن اما تضربه بايدك، لكن الدفاع ليه حدود ولو القوه زادت عن اللازم الدفاع هيتحطم. وعلشان تستخدم قوه قبيلتها كان لازم تعمل عقد مع شجره قديمه جدا موجوده من بدايه الزمان واللي بتعتبر الحاكم الحارس للقبيله، وكان في شوطين لاستخدام قوه الشجره. اول شوط هو صوت فرد من افراد القبيله وشينو قدر يستخدمها قبل كده علشان هاكازي كانت دعمت جسم وسيط ليه. والشوط التاني بقى هو عقد التضحيه. طبعا القبيله كان ممكن تقدر ان هي تزرع قوه الشجره في اداه او جهاز حديث، بس اول لما التضحيه تخلص الجسم ده هيتفحم تماما. وعلى الجانب التاني القتال بيكون شغال ما بين سو وسون، وسو بيلاحظ ان سون بقى بيقاتل بجد اكتر وبيستغرب لو ده علشان حد معاه بيدعمه. وسو بعدها بيضحي بعربيه قريبه منه علشان يفعل تعويذه ويهجم على سون. وفي نفس الوقت هاكازي كانت لسه بتشرح لشينو هي ليه مش قادره تستخدم السحر وهي على الجزيره، وده لان ما كانش فيه اي ادوات حديثه تقدر تضحي بيها، وكل ما السحر يكون اقوى قيمه المعرفه للجسم المضحى بيه لازم تكون اعلى. شينو كان لسه بيحاول يستوعب كل الكلام ده، وفي نفس اللحظه سون كان اتهزم خلاص، لكن اول ما سو قرب منه سون مسك سلاحه بسرعه ودخلوا في قتال قريب، ومع كده سحر سو الدفاعي كان لسه قوي جدا ويقدر يصد سون. هكذا صرخت في شينو ان هو يساعد سون على طول لان سو اقوى مقاتل في القبيله، وبالوضع الحالي سو هيقوى اكتر واكتر علشان حواليه كميه كبيره من الحاجات اللي يقدر يضحي بيها للسحر، بينما سون محدود جدا في النقطه ديت. شينو حاول يلاقي سون بس في الوقت ده الادوات الدفاعيه بتاعت سون كانت خلاص اتحطمت على ايد سون هرب ودخل محل على جنب الطريق، وافتكر وقت ما اخته ايكا كانت بتاخد بالها منه وهو عيان، وايكا دايما كانت مقتنعه ان سو مش شخص ممكن يموت بسهوله، والكلام ده هو اللي خلاه يكمل قتال لحد اللحظه دي. سو مسك مسدس من جنب جثه قريبه بس ساب موبايله خلفه وده خلى شينو ما يعرفش يتواصل معاه. وعلى الجانب التاني الجيش دخل على الخط وكان مخطط يدمر المدينه كلها علشان يعزلوا المنطقه ديت عزل كامل. ياماموتو كانت خلاص وصل لها الخبر ده وحست ان الحكومه بقت بتتمادى شويه عن اللزوم، وبالفعل بدأوا يفجروا الكباوي اللي بتطلع بره المدينه. في اللحظه ديت شينو سأل هاكازي لو في اي سحر يقدر يحيي الموتى. هاكازي شوحت له ان السحر معمول اصلا عشان يحافظ على قوانين الطبيعه وان احياء الموتى مش جزء من القوانين ديت، وقالت كمان ان سون اول ما عرف بوجود السحر ما سالش السؤال ده اصلا، وده معناه ان هو كان فاهم من الاول ان حاجه زي الاحياء مستحيله تماما. هاكازي لاحظت ان شينو باين عليه ان هو بيتمنى ايكا ترجع للحياه وان هو مخبي حاجه مهمه، بس علشان ما تعرفش ان ايكا كانت حبيبته استغربت جدا. سون بعدها استدرك سو لنفق وبدا يضرب عليه نار، بس سو صد رصاص زي ما سون كان بيعمل قبل كده، بس ده ما كانش الهدف الحقيقي لسون، هو كان بيحاول يستدرجه ناحيه مكان مليء بالبنزين علشان يقدر يولع فيه. في نفس الوقت شينو لقى موبايل سون وبطريقه ما قدر يحدد مكانه. سون لاحظ ان سو لسه سليم وما حصلوش اي حاجه، وسمعه هو بيقول ان ملوش اي سبب علشان يموت هنا. في اللحظه دي دم سون رجع يتحرك في جسمه، وفجاه شينو دخل وهجم على سو ومسك صديقه بسرعه وخلعوا سوا، واول ما خرجوا من النفق صاروخ عسكري ضرب المكان ده خلى سون ينعزل عنه، وشينو شاف ان الكوبري اتدمر وخلاص واستنتج ان ديت اخر منطقه الحكومه هتفجرها علشان يقفلوا المدينه نهائيا. لكن هاكازي اتبسطت جدا بسرعه تفكير شينو وافتكرت ان هو استخدم سحر العلاج علشان يتتبع دم سون، لا وكمان توقع موعد ضرب الصاروخ بالظبط علشان يخلعه. بعدها سو عاد وقال لسلمون ان هو فشل، بس سلمون ما كانش قلقان اطلاقا وقال ان طالما هاكازي مش داخله في الموضوع اكيد هيقابلوا الولدين دول التاني، ولان هم داخلين الموضوع ده من غير قصد فاكيد موادهم هتبدا تخلص قريب. وقفنا لما شينو وسون استخدموا الموكب للسفر لمكان تاني، وكل اللي حصل في المدينة اتغطى عليه تماما من قبل الحكومة. شينو قال ان هم يركزوا على منع اندماج العيون ديت ويبعدوا مؤقتا عن جماعة سلمون، بس سون رفض الكلام ده وكان عايز يواجه قبيلة هاكازي لان هو شاكك ان القاتل واحد منهم. حتى هاكازي نفسها اعترفت ان الاحتمال ده مش مستبعد. بعد كده الولدين وصلوا لمنطقة بعيدة في الضواحي، ومشاهدة الاطفال هناك وهم بيلعبوا فكرتهم بماضيهم، بس الفرق ان هم عمرهم
هما لعبوا زيهم كده، كانوا دايما بيوقعوا نفسهم في المشاكل. وبحسب تعليمات هاكازي ذهبوا لمعبد قريب علشان يسرقوا التماثيل المقدسة اللي هيستخدموها في السحر. وفجأة السما بدأت تمطر وظهر قطيع من الفراشات. هاكازي وقتها أدركت إن سلمون بيعجل في الطقوس بشكل كبير ومش بيعمل حساب لأي حاجة. شينو حاول يبلغ السكان اللي حواليهم، بس طبيعي جدا إن هما ما صدقوش أصلا أي حاجة من اللي قالها، خصوصا إن الحكومة نفسها كانت بتغطي على الحقيقة بالكامل. بعدها العين ظهرت على الجبل وشينو جه بسرعة علشان ينقذ طفلين وحاول يوملهم خاتم سحري علشان يحميهم، لكن للأسف وصل متأخر جدا وما قدرش يعمل أي حاجة غير إن هو يسيب شمسية قدام التماثيل اللي خلاص اتحولوا. بعد كده الاتنين اتوجهوا يستخبوا في بيت قريب من هناك. سون اتصرف كأن المكان مكانه ودخل على طول يستحمى، بينما شينو فضل يبحث عن أي مكونات يطبخ بيها أي حاجة ياكلوها. هاكازي سألته بقالهم قد إيه يعرفوا بعض، وشينو قال لها إن هم أصحاب من أيام المدرسة الابتدائية. أبو سون كان شخصية قوية جدا في المدينة، وعلشان كده المدرسة والطلبة كانوا بيتجنبوا سون خوفا لا يزعل أبوه. لكن في الحقيقة اللي خلى شينو يحاول يبعد عن سون من الأول كان طبع سون العصبي، وإن هو مش بيفكر قبل ما يتصرف، وده عيب كبير جدا. وفي سنة تالتة ابتدائي أحد اللصوص كان بيهرب من البوليس وخبط سون بالغلط في الشارع. تاني يوم المدرس سأل مين حابب يزور سون، بس ولا واحد من الطلبة قبل ان هو يتطوع، فاضطر ان هو يخلي الطالب المسؤول عن النظافة في اليوم ده ان هو يذهب معاه. ويا لسوء الحظ الطالب ده كان هو شينو. واحنا هناك المدرس خرج يجيب حاجة يشربها لسون، وساعتها سون بدأ يكلم شينو وطلب منه خدمة. سون كان عايز شينو يحقق في اللي خبطه، وكان طالب منه يجمع معلومات عنه لانه هو كان مقتنع ان اللي عمل كده مش مجرد حادث عادي، وان الشخص ده كان ناوي يقتله عن قصد. سون كان فاكر ان شينو شبهه كده مالوش صحاب يعني، وما كانش ينفع يعتمد على ابوه لان مفيش دليل يثبت كلامه، والكبار عاده بيتهربوا من المشاكل وبيسيبوا المواضيع تعدي. شنو كان فاهم ان هو لو دخل في الموضوع ده مش هيعرف يطلع منه بسهوله، بس خلاص بقى بدا يساعد سون ويحقق معاه. وبالفعل بعد فتره قصيره شنو عرف هويه الشخص اللي نفذ الحادث، وكمان شك في مين هو العقل اللي خلف الكواليس. الشخص ده طلع سواق سون السابق واللي كان بيوصله للمدرسه لسنين، بس ابوه فصله من قريب. هو الوحيد اللي كان يعرف خط السير سون بالتفصيل، وعلشان كده قدر يسهل استهدافه. غير كده اي حد لازم يقدر يراقب سون لفترة كبيرة، بس بما ان سون كان حساس جدا للحاجات ديت فاكيد اللي خطط للموضوع لازم يكون حافظ سون كويس. في الاول شنو كان ناوي يساعد سون بسرعة علشان يخلص منه، لكن المدرس كان شايف ان وجود شينو جنب سون بيخليه اهدى شوية، وبكده سواء شينو كان عايز ولا لا لقى نفسه متعلق بسون على طول. شينو كان شايف ان سون كل اللي حواليه كانوا معجبين بيه لان هو شجاع ومش بيخاف من حاجة، بس الاعجاب ده كان مخلي الناس ما تصاحبوش خوفا لا يضايقوه من غير قصد. شينو بس كان الوحيد اللي قدر يكسر الحاجز ده، وعلشان كده العلاقة بينهم بقت قوية جدا. نرجع للواقع بعد ما سون خلص وقعد مع شينو واتعشوا سوا وكانوا خلاص هيناموا، لكن بعد شوية وصلوا لمكان ما وقابلوا شخص يدعى جو اللي هو واحد من قرايب هاكازي. الاتنين قالوا له ان هما جايين علشان ياخدوا التعويذة اللي هاكازي كانت مدياها له، وطلب منهم كلمة السر. لما قالوها صح دخلهم بسرعة، طلع التعويذة واللي كان محافظ عليها بقاله فترة كبيرة. كل هدوء سألهم لو حابين يولعوا بخور قبل ما يمشوا. سون وشينو مفهموش هو يقصد ايه. ساعتها جو وداهم لمسبح خاص بهاكازي وقال لهم ان سلمون بلغه ان هاكازي ماتت جنب الصندوق خشبي في جزيرة معزولة، والأسوأ من كده ان جون كان متأكد من الكلام ده لان بنفسه فحص بآية هاكازي. لما سمعوا الكلام ده الاتنين ومعاهم هاكازي نفسها كانوا في قمة الاستعجاب مش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط. من شهر فات جو سمع عن هاكازي من سلمون وعاد للعشيرة علشان يحقق في الموضوع، ولما واجه سلمون قال له ان هو اللي قتل هاكازي، لكن جو ما صدقش الكلام ده لان هاكازي كانت محمية بشجرة الحاوس وقتلها كان هيخالف النظام الطبيعي. لكن سلمون فسر له ان هو حطها جوه صندوق خشبي وحدفها في جزيرة معزولة، ولو ماتت فده بيكون بسبب حادث وده مش بيتعارض مع منطق الطبيعة، وكون ان اللي فاضل منها هو مجرد هيكل عظمي خلى سلمون يستنتج ان الاميرة ماتت. سون ساله ازاي متأكد ان الجمجمة ديت بتاعت هاكازي، رد جو بكل بساطة وقال له ان ده مجرد احساس. جو كان عارف نوايا سلمون لكنه اختار يفضل محايد بينهم لان هو ما عندوش اي حاجة خاصة يقدر يستعملها ضد سلمون، يعني عمليا كده هو شخص عادي جدا. لكن لما لاحظ الاتنين لسه مصدقين ان هاكازي عايشة محبش يحكم على اي حاجة، خصوصا ان جزء منه كان شايف ان هاكازي قوية ومحظوظة والمطلوب منه في اللحظة ديت ان هو بس يسلم التعويذة وهو واثق ان هم هيتعاملوا بنفسهم. وهم ماشيين سون سأل هاكازي عن جو فقالت له ان هو قريب بعيد من زعيم العشيرة السابق، ولما فقد اهله وهو صغير وعيلتها خدته
والدته واعتنت بيه، ومع ان هو ما عندوش اي قوه سحريه قدر يكسب ثقه زعيم العشيره، والثقه ديت فضلت موجوده جوه العشيره لحد دلوقتي. بس لو جو موثوق فيه كده، ليه هو كان مقتنع ان هكازي ماتت وما كانش باين عليه بيكذب؟ يبقى فين المشكله الحقيقيه؟ هل الهيكل العظمي اللي قال عليه فعلا كان بتاع هكازي؟ بس طبعا هم ما بيؤمنوش بالاشباح، يبقى هكازي اللي بيتكلموا معاها لازم تكون عايشه. في اللحظه ديت تعمل الفراشات ظهروا فجاه، وبعدها على طول عين جديده ظهرت في المكان. سون طلب من هكازي انها تسمح له يروح يواجه سلمون، وهي وافقت لان هي كانت عارفه ان الوقت خلاص قد حان. وعند جو بتوصل بنت عنده وبتحاول تقنعه ان هو يقف في صف السلمون، لكنه بيرفض. وبعدها رواها للسلمون كان مقدره مع ان هو ما عندوش اي قوه، وبيهزم البنت ديت بسهوله تامه. جو ادرك ان الولدين لسه ما فهموش الحقيقه، هكذا وشجره الحاوس هم التهديد الحقيقي للعالم. بعد كده سون وشين نزلهم من الاتوبيس وحذروا السواق ان هو ما يرجعش للمدينه نهائي، وبعدها استخبوا في الغابه. وهناك سون فتح موضوع ان ايكا كان عندها حبيب، خصوصا ان هي في السنين الاخيره كانت بتشتري هدايا في عيد الحب. شين قال حاجه عن ايكا من غير ما يقصد، وكانت غريبه شويه، لكن سون ما شكش فيه اطلاقا، وكان فاكر ان شينو بس مش فاهمها كويس. بعدها سون اكتشف ان التعويذه اللي هكازي سابتها طلعت في الحقيقه مجرد مسدس. هو ما كانش فاهم ازاي شجره الحاوس تدي قوتها لسلاح كده، لكن هكازي وضحت ان هو بيستخدم مره واحده فقط، هو كده بيقلل عدد الاسلحه اللي موجوده في العالم. وقبل ما يكملوا كلامهم اكتشفوا ان هم متحصرين وبيحصل انفجار جنبهم، وتعرضوا للهجوم وتم الامساك بيهم من الجيش. شينو اتاخد لوحده، وكان واضح ان هو عمل نوع من الاتفاقات مع ياماموتو. وفي نفس الوقت سون فاق وبدا يدور على شينو، وفي اللحظه نفسها شينو فهم ان ياماموتو عرفت الحقيقه، وان سون وايكا مش اخوات بالدم. سون نفسه ما كانش فاهم مشاعره ناحيه ايكا، مع ان اي حد كان يقدر يشوفها بوضوح. بعد كده ياماموتو اخدت شينو وخليته يتقابل مع شخص يدعى تاكيماي، وده بقى هو نائب قائد فرقه مكافحه مواد الحديد الاسود. تاكيماي شرح ان الحكومه كانت عامله الفرقه ديت علشان تشتغل جنب عشيره هكازي في الحفاظ على توازن العالم، لكن دلوقتي بما ان العشيره نفسها بقت بتلخبط النظام ده، هو خايف ان الحكومه ما يبقاش قدامها حل غير ان هي تحلن الحرب عليهم. بعدها شينو بدل شويه ادوات سحريه مع ياماموتو مقابل قنابل واسلحه، وقال ان هو هينضم للجيش في الهجوم على معقل العشيره. ولما قعدوا يناقشوا الخطه مع تاكيماي اكتشفوا ان سون قدروا يوصل لهم، وبما ان هم كانوا عاملين تمثيليه ان شينو اتخطف، الجنود بداوا يهجموا على سون، وده خلاه يتقاتل معاهم. تاكيماي بعدها امر العربيه ان هي تتحرك، لكن سون فضل يجري خلفهم. ولما شينو حس ان مفيش حل تاني نط من العربيه وهو مثل ان هو بيهرب، وده علشان يطمن سون ويخليه ينسحب. ولما شينو سال سون هو جه ليه ينقذه، سون رد بكل بساطه، هو قال له ان هو صاحبه ومش لازم يكون في سبب لانقاذه. بعدها الاتنين رجعوا لمكان المعسكر علشان ياخدوا حاجتهم، ومن ضمن الحاجه ديت الدميه الخشبيه بتاعه هكازي. شينو ما كانش فاهم ليه سون ما شكش فيه خالص، هل سون فعلا مش واخد باله ولا هو عامل عبيط؟ قبل كده ايكا كانت سالت سون هو عايز علاقتهم تكون ازاي. سون ما كانش عنده اي مشاعر تجاه ايكا، ولا كان بيحاول يتصرف كاخ كبير ليها، خصوصا ان ايكا نفسها كانت بتكره الفكره دي. باختصار سون كان كل اللي هو عايزه ان ايكا ما تحبش حد في الوقت الحالي، لكن في الوقت اللي قال فيه الكلام ده ايكا كانت اصلا مرتبطه بشخص تاني، والسون ما كانش يعرف عنه اي حاجه. نرجع للحاضر، شينو وسون استخبوا جوه اتوبيس محطم. شينو كان بيتمنى ان كل حاجه تخلص، لان الانتقام هو الحاجه الوحيده اللي كانت بتدفع سون لقدام. لكن السؤال كان ايه اللي هيحصل بعد ما الانتقام ده يحصل؟ بعد كده شينو خرج تليفونه وهو بص على صوره ايكا، وافتكر من كام سنه فاتت لما كان محتاج يذهب المكتبه علشان يساعد ايكا في الواجب بتاعها. ايكا لاحظت ان هي عايزه تجاوب اول مشبك ليها، وده خد شينو شويتين، بس ايكا قالت ان هي عايزه تعمل كده في مكان تاني. بعد الظهر وايكا قالت لشينو ان هي تقضي اخر اسبوع في اجازه الصيف في منتجع اهلها. وبعدين سون فجاه دعا شينو لمحطه القطر، وكان ناوي يعرفه على شويه بنات في الكليه. سون كان شايف ان شينو في حياته ما هيخطب حد بشخصيته الكئيبه دي. امال يا ابني هو حيلا بس بيكلم اختك ايه المهم؟ بس بدل ما يتعرفوا على البنات الاتنين دخلوا في مسابقه، والبنات لقوهم طفوليين جدا وسابوهم ومشيوا. شينو اتضايق من سون لان هو فاكر ان الحب حاجه بتحصل بس لما الواحد يحبها، الحب محتاج عمليه ومجهود. ما تسيبكوا بقى يا جدعان من الكلام ده دلوقتي، العالم بيضيع مننا. بعد كده سون حكى لايكا ايه اللي حصل، وايكا فهمت شخصيه شينو بشكل مختلف تماما. هي كانت شايفه ان حد زي شينو ممكن يليق بس بشخص زي سون، ونصحت ايكا سون ان هو يقدر شينو، لان مهما حصل شينو دايما هيكون جنبه اخ ليه.
وقفنا لما سون سأل شينو عن الحب والكلام الفاضي، لكن شينو اتعلق عليه لان هو كان عارف ان سون معجب بايكا. طبعا انت ازاي دلوقتي بتسأل ازاي سون معجب باخته؟ اقول لك انت لو كنت مهتم كنت عرفت، لان احنا وضحنا في الجزء اللي فات ان ايكا اخت سون بالتبني، يعني مفيش بينهم اي روابط بالدم. المهم نكمل في الفلاش باك لما شينو تمت دعوته لمنتجع عائلة سون علشان يقعد مع سون وايكا. سون كان متأكد ان ايكا دعت شينو علشان تخليه يعمل شوية شغل كده، وبالفعل شينو بدأ ينظف ويجهز اكل لاخواته، بس في نفس الوقت كان بيخرج مع ايكا بدون علم احد. الاتنين طلعوا يتفرجوا على النجوم، وكان شينو خلاص هيدوقها الزبيب، لكن سون قطع عليهم. هم قالوا اي حاجه علشان يخلعوا، وقالوا ان هم بس طالعين يتفرجوا على النجوم. بعدها التلاته عادوا للمنزل يرتاحوا. سون حذر شينو يبعد عن ايكا، وقالوا انها عندها خطط مش تمام. تاني يوم الصبح ايكا دعته علشان يخرج معاها، ركبوا العجل ولفوا شويه واتبسطوا. ده ايكا وقعت شينو وقالت له ان هي لازم تدوق الزبيب حالا ودلوقتي، لكن قبل ما يحصل اي حاجه هي وقفت. وبيخلص الفلاش باك هنا، وسون بيكون جاهز وتمام التمام علشان يطلع. بعدها حدف الفون في وش شينو وخضه وقال له قوم يا بيه علشان نخلص. وفعلا الاتنين بعدها طلعوا علشان يكملوا شغلهم اللي لسه ما انتهاش. في الوقت نفسه سالمون لاحظ ان الجيش اتحرك بسرعه. هو ما كانش متاكد اذا كان بسبب خطط منهم ولا حظ هاكازي اللي مأثر على الاحداث، بس لو ده حظ حقيقي هو وعده ان هو هيقصه بنفسه. شينو وسون ابتدوا عمليتهم، وهكذا قدرت ان الجيش هياخد على الاقل اسبوع علشان يخترق الحاجز، وغالبا هينفد منهم رصاص قبل ما المعركه تبدا اصلا. علشان كده سون وشينو كان لازم يحضروا على الاقل 10 ادوات سحريه قبل ما يدخلوا الحاجز. الاعلام حذروا المدنيين ان هم يبعدوا عن المنطقه، وقالوا ان هو مجرد تمرين عسكري. ولما الساعه دقت 4 مساء الجيش فتح نار على الحاجز. سالمون امر بتعديلات على الحاجز. اولا شال قدرته على التخفي علشان يقوي دفاعه، بس بعد شويه وصلوا تقوير مقلق شويه كده، وحد حاول يتسلل داخل الحاجز. في الوقت ده الشخصيتين الرئيسيتين استخدموا 10 ادوات سحريه ونجحوا في ان هم يعدوا، لكن هكذا كانت عايزاهم يبطلوا الاختباء ويمشوا على طول لشجره الدمار. في الوقت نفسه شخص يدعى تيتو لاحظ ان الجيش بيهاجم بقوه اكتر من المتوقع. هتقول له هل هو اسمه تيتو؟ هقول لك لا، بس انا اللي سميته. المهم هجوم الجيش المستمر ممكن يعطل احياء شجره الدمار، ومن دلوقتي شجره الدفاع هنسميها الشجره الاولى، وشجره الدمار هنسميها الشجره الثانويه. المهم بعدها مجموعه سون قابلت سالمون. هكذا طلبت من سون يقف على جنب علشان تكلم سالمون. هي طلبت ان هو يستسلم، وقالت ان المسدس اللي معاها فيه كل قوتها، ولو اطلقت عليه هينتقل للجحيم، والشجره ديت بقى هتاخد الضربه وتخرج عن السيطره، وساعتها سالمون هيضطر يجيلها بنفسه. يعني لو استسلم دلوقتي هي هتوقف، بس سالمون بيجادل قصادها وقال ان الثلاثه مخطئين لو فاكرين ان الشجره الثانويه هتدمر العالم. في الحقيقه دور الشجره الثانويه هي حمايه العالم من احياء الشجره الاولى. طبعا احنا مش فاهمين اي حاجه، بس ان شاء الله هنفهم بعدين يعني. المهم سالمون شرح ان الشجره الاولى قالت ان اي حد بيحاول يحيي الشجره الثانويه كارثه كبيره هتحصل، لكن احياء الشجره الاولى هيجلب الدمار للعالم، والشجره الثانويه هي الحاجه الوحيده اللي هتقدر تمنع ده. وحسب كلام جينوك الكوكب، بص هو انا مش فاهم يعني ايه جينوك الكوكب، بس قشطه تمام هنفهم بعدين. المهم حسب كلام جينوكي الكوكب نفسه بدا موجود لما الشجره الاولى دخلت في سبات. الشجره الاولى دايما بتحاول تخلق عالم كامل ومنظم حسب قوانينها الاخلاقيه، بس بما ان العالم الحالي لسه مش مطابق للمعايير بتاعتها ده ما حصلش لغايه دلوقتي. في الوقت ده الجيش لسه مش قادر يخترق الحاجز بتاعه، وسالمون اتقدم لقدام وقرب من دبابه واستعمل السحر علشان يضحي بيها للشجره الاولى، وبفضل ده بقى محتاج بس يلمس الدبابات علشان يضحي بيها ويقوي السحر الدفاعي اكتر. في الوقت نفسه سون اعتذر لهاكازي وقال ان هو ما عادش عنده سبب ان هو يتعاون معاها، بس هو ما كانش ناوي يستسلم بالساهل كده. سون صوب مسدسه على سالمون وهدده وقال ان هاكازي ما قدرتش تحقق امنيته، يبقى سالمون هو اللي لازم يعمل ده بدلها، سواء العالم ده يستاهل الانقاذ ولا لا مش شغله، همه الوحيد كان الانتقام. سالمون ما كانش متوقع يقابل حد اناني زي سون كده، بس شاف ان هو لسه ممكن يتفاوض معاه. سالمون سأل سون هو عايز ايه، وسون قال له ان هو محتاج يلاقي الشخص اللي قتل اخته ايكا. سالمون حب يوصل للمكان اللي ايكا ماتت فيه، بس هكذا كانت محدده بالفعل ان الجاني واحد من عيلتها. سالمون ما كانش متوقع حاجه زي ديت، بس بعد ما فكر وقال ان استخدام السحر والقتل حد ممنوع، علشان كده الجاني يستحق العقاب. سالمون بعدها كلم شخص كده وقال له يلاقي الجاني. سون قال الوقت بالظبط اللي حصل فيه الحادث. شنو اتعجب من سون وفهم ان حتى لما العالم كله بقى في فوضى كده سون لسه مركز على هدف واحد بس. بعد كده شنو مسك الدميه الخشبيه بتاعت هاكازي وهو بيتكلم معاها افتكروا ان هو وايكا كانوا بيحبوا ينقلوا المقاطع من مسرحيه هاملت، وهاملت ده بقى اتعرض لمصايب كتير وفي الاخر مات على ايد اخ حبيبته. بس شنو فكروا ان هو عمره ما هيقاتل سون. في الوقت ده شنو كان زهق من نقل مقاطع هاملت، وايكا عوفته على مسرحيه
نهاية تانية عن ساحرة على جزيرة معزولة، بس القصة ديت كانت نهايتها سعيدة. شينو فسر الذكرى ديت كأنها طريقة من ايكا علشان تفكروا باللي لازم يعمله، فخلاص لازم يحاول ينقذ هاكازي وطلب من سون يسلمه المسدس. طبعا سون قال له لا، فشينو استخدم قنابل الصعق الكهربائي اللي كان واخدها من ياماموتو قبل كده علشان يحاول يوقف سون، بس سون كان دايما عامل حواجز تمنع شينو من الاقتراب منه. سالمون اللي لسه مش فاهم ايه اللي بيحصل استغل الفرصة ديت علشان يستولى على المسدس. شينو ساعتها ساب سالمون وسون يتخانقوا مع بعض وطلع هو لمكان اعلى يكون شايف منه الخناقة كويس. شينو كان معتقد ان في طريقة ينقذ بيها هاكازي من انها تلقى نفس المصير المأساوي اللي حصل لايكا، ومع ان هاكازي دلوقتي ما بقتش غير هيكل عظمي، الا ان هو كان فاكر ان هو يقدر ينقذها، وده من خلال الزمكان اللي بيحصل على الجزيرة من سنتين. سون بقى ما كانش شايف اي سبب يخليه يتعاون مع شينو. لو وقف في صف سالمون الحقيقة خلف مقتل ايكا هتطلع قريب، وده معناه ان هو مش هيكسب اي حاجة منه ان هو يساعد هاكازي. ساعتها شينو كشف لسون ان هو عنده معلومات عن حبيب ايكا، ولو سون ساعده ينقذ هاكازي هيقول له مين هو حبيب ايكا. سالمون اللي كان متشوق ياخد المسدس بدا متضايق جدا. فكرة انقاذ هاكازي كانت برضه معصباه. هاكازي نفسها اتفاجئت ازاي كلمة واحدة بس قدرت تقلب الموقف كله. ايكا فعلا كانت شخصية غير عادية، بسببها الدنيا كلها دخلت في الفوضى. بعد كده شينو شوح نظريته. هو كان شاكك انه ينقذ حد من زمكان الماضي ممكن، لان الشجرة الاولى دايما بتحاول تحمي هاكازي، ولو هاكازي ماتت من غير ما تحقق اي حاجة ده بيتعارض مع الاخلاقيات بتاعتها. ساعتها الشجرة لازم تتدخل، وما ان هاكازي خلاص بقت ميتة في الحاضر فالشجرة اكيد رتبت نسخة منها في الماضي، والنسخة دي تقدر تتواصل مع شخص من المستقبل علشان يساعدها. من الاول سالمون كان عارف ان هاكازي ميتة بالفعل في الحاضر، وان اللي كان بيتواصل مع سون هو نسختها في الماضي، ولو هو كان متأكد ان هي مستحيل ترجع ما كانش هيكلف نفسه ويتعب معاهم بالشكل ده. ببساطة سالمون كان بيحاول يمنع هاكازي من انها توصل لهم من الاساس، وبما انه فشل في ده فالنصر لسه مش مضمون. بنفس الوقت شينو كان شايف ان سالمون كشف الحقيقة عن قصده، وده علشان يكسب وقت اكتر، لان لما يعمل كده هيخليها تيأس، وكده مش هيبقى عندها وقت علشان تفكر في طريقة تمنع بيها احياء الشجرة الثانوية. سالمون قال ان كلام شينو بيحل نص المشكلة فقط. اي نعم هاكازي لسه عايش، بس ازاي شينو ناوي يساعدها تهرب من سجن الزمكان؟ سون كمان مش هيمشي خلف شينو الا لو هو جاوبه على السؤال ده. سالمون حس ان الحظ بقى خلاص في الصف، فعلا كان في طريقة تنقذ هاكازي، لكنه كان واثق ان شينو مش هيعرف يوصل لها. لكن شينو قال ان سجن الزمكان ما هو الا وهم. هاكازي كانت قالت انها قعدت على الجزيرة 4 شهور كاملين. طب ايه اللي يمنع ان ده يكون مجرد احساس مش اكتر؟ ايه لو كانت الحقيقة محبوسة وفقد الوعي لمدة سنتين تقريبا قبل ما تتحط على الجزيرة، وبما ان ما كانش عندها اي طريقة تقيس بيها الوقت هناك ما كانش قدامها غير احساسها الشخصي بالزمن. سالمون هنا اتصدم من النظرية ديت لدرجة ان هو وقع سيفه من ايده. شينو قال ان الهيكل العظمي اكيد كان معمول بعناية علشان يبقى شبيه هاكازي بالظبط، وده بيعزز فكرة ان سجن الزمن ما كانش حقيقة ملموسة، لان هو مجرد احساس او ادراك. مع كده سالمون فضل مصر ان سجن الزمن حقيقي، بس ما كانش عنده طريقة يثبت بيها الكلام ده لسون. في المقابل شينو كان كل اللي محتاجه ان هو يقنع سون يضغط على الزناد، وساعتها هاكازي هي اللي هتكسب. دلوقتي سالمون بقى لازم يلاقي طريقة يقنع بيها سالمون ان سجن الزمن موجود فعلا. سون كان متشكك في كلام شينو، بس لو سالمون ما قدمش اي اجابة مقنعة سون كان هيميل لصف شينو لان المخاطرة فيه اقل. هاكازي كمان حاولت تخلي سالمون من غير ما يقصد يكشف نقطة ضعف سجن الزمن. سالمون وقتها هو مدرك ان هو لازم يثبت ان هاكازي فعلا في الماضي لاحظ صندوق قريب منه. سأل هاكازي اذا كان في صندوق جنبها وهي اكدت ان فيه. ساعتها سالمون طلب منها تنكش اي حاجة على الصندوق. لو الصندوق اللي في الحاضر كان عليه نفس النقش ده هيبقى دليل ان نظرية الزمن حقيقة، وفعلا نفس النقش ظهر على الصندوق في الحاضر. سالمون فرح جدا وحس بالنص، نظريته طلعت صح وسون المفروض يقف في صف. سون كان على وشك يغير موقفه، بس هاكازي طمنت شينو وقالت له ما يحبطش. كانت واثقة ان هي هتلاقي قريب طريقة تهرب بيها من سجن الزمكان. سون كان تقريبا اقتنع بكلام هاكازي وشينو. هاكازي كانت شايفة ان شينو كان متعمد يرمي نظريات غريبة ومبالغ فيها علشان يخلي سالمون يحس ان هو كسب، وده بيخليه من غير ما ياخد باله يكشف ان سحر الزمن ممكن يتم التلاعب بيه. بناء على كده سون قال ان هو هيساعد هاكازي وشينو يفهموا ازاي يكسروا سجن الزمن، لكن في نفس الوقت ادى فرصة لسالمون. لو سالمون قدر يجيب الجاني قبل ما هو يلاقي طريقة يساعد بيها هاكازي هو هيقف في صف.